وش هالعيد وش هالملل، عيد بأي حال عدت يا عيد. شوف النفسية هذه ما نبغاها اليوم، لا تشاركنا إياها ولا تنقلها لغيرك، ما حد ناقصك. بعدين قل لي أنت شو روتينك في العيد، لا تقول لي إنك نمت وتأخرت عن صلاة العيد وفاتت، وإنك روحت بنص خطبة العيد، أو إنك ما حضرتها ورجعت البيت تطرقع البيبان مكشر وجهك تجيب الضيق لنفسك ولكل اللي حولك. لا تقول لي كمان انك تميتها ونمت بدون ما تسلم على ابوك وامك حتى. يا والله يسوونها، والعصر تصحى والعيد روح عليك، ولا انت اللي فرحت ولا انت اللي خليت اهلك وناسك يفرحون بوجودك معهم. طيب قول لي وش طقوس العيد عندك يا زين؟ طقوس العيد عندي تبدأ من بعد صلاة الفجر، بعد ما تغتسل تتطيب وتلبس ثوب العيد وتروح المصلى ولسانك ما يتوقف تكبير، وتصلي العيد مع الناس وتسمع خطبة العيد. ومن المفترض على خطيب العيد تجهيز الخطبة المركزية المناسبة لمثل هذا اليوم، فرمضان يعتبر مدرسة وفصل الدراسي رباني مهم، وخطبة العيد تمثل حفل تخرجك من المدرسة الرمضانية. جزا الله كل خطيب تنبه وأعد وجهز خطبه تليق بيوم الله العظيم العيد خير الجزاء. ونكمل كلامنا. وبعد الإنصات لخطبة العيد تبدأ بالسلام على من حضر الخطبة بوجه بشوش، وكل عبارات السلام والرحمة والبركات القلبية، ومن ثم العودة إلى منزلك. ولا تنسى أن تبتسم وتسلم وتجبر خواطر الأطفال والكبار ما استطعت. وبعد أن تصل بيتك وتسلم على أهل بيتك ووالديك وإخوانك وأخواتك وزوجتك وأطفال بيتك وتقدم لهم ما استطعت، ولو لم تستطع فهذا أمر الله، ويكفيهم أن تصلهم وتجبر بخواطرهم بكلامك النابع من القلب وابتسامتك التي لا تفارقك طوال جلستك معهم. ووصل من استطعت من أرحامك أهلك وأقربائك، واحتسب الأجر في هذا لله. من ثم استشعر نعمة العافية وعودة العيد بصحة وعافية ونعمة التمام، وبلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونعمة العائلة والأنس بالأهل. فكم من مغترب وأسير يتمنى لو يلتقي بأهله للحظات معدودة. إي والله استشعر أن هذه اللحظات والجمعة واللمة قد لا تعود لا سمح الله. وتعال وقتها وقل لي العيد ممل وكآبة ولا سعادة وفرحة وأنس وسرور؟ انشر صورك المبهجة مع أحبابك، ولو كنت متفرغا لعلقت على كل صورة تقابلني وشاركت الجميع فرحته وأكتفي بالتفاعل. ومع ذلك أنا مع كل صور الفرحة بالعيد بحدود شرعية. أخيرا أنت مش الشخص الوحيد في الكون اللي عندك مشاكل وهموم وتتمنى أشياء في حياتك. كلنا نفكر بالمستقبل والعمل والزواج الكثير من مشاغل الحياة، لكن هذا لا يمنع أن نعظم شعائر الله ونفرح بما وهبنا الله من نعم عظيمة ونفحات كريمة منه سبحانه وتعالى. نحمد الله على عظيم نعمائه، نحمد الله على منه وكرمه وجوده، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروه سبحانه تكبيرا يصل إلى عنان السماء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وسعادة إن شاء الله. أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.